المؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى ومريم العذراء تفر في الصحراء ومريم العذراء تفر في الصحراء المرأة الحرة أغلى من الثروة من يؤذيها مرة لم يفهم الآيات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أفسحوا الطريق للسيد صفي الدين قاضي القضاة. انظري يا أمي، إنه القاضي. كيف حالك يا حضرة القاضي؟ الحمد لله، شكرا لكم. أفسحوا الطريق، القاضي على عجل. إياك أن تضرب الناس وإلا حبستك. أمرك يا سيدي، أردت فقط إفساح الطريق. بأدب واحترام، أنت تمثل القاضي. أنا؟ العفو يا سيدي. ألست حاجبي يا زرزور؟ إذن أنت تمثلني أمام الناس. هيا، لا يصح أن نتأخر عن مجلس القضاء. أسمعت ما قاله قاضي القضاة؟ أسرع قليلا يا حمار. مظلوم يا حضرة القاضي. لقد أمسك بك صاحب حانوت الطعام وأنت تخفي دجاجة مشوية في ملابسك. هل أصابك الخرس فجأة؟ تكلم، دافع عن نفسك. كنت جائعا
ولم أستطع مقاومة رائحة الشواء. وكيف تسرق وأنت جندي في الشرطة؟ لست جنديا يا حضرة القاضي. كيف؟ وما هذه الملابس إذن؟ إنني أرتديها حتى آكل ما أشاء دون أن يسألني أحد عن الدراهم. دعي أنه شرطي وهو يسأل. صمتا! ما هذا الكلام العجيب؟ معظم العسكر يفعلون ذلك. أيها الحاج أبو زرزور، اكتب أمرا باستدعاء صاحب الشرطة، أريده في جلسة الغد. النجدة رجل ببيت القاضي، رجل غريب. اصمت يا حمص، إنه أنا سلمى ابنة القاضي، ألا تعرفني؟ سلمى رجل. الرجال ليسوا أفضل مني وسأثبت لهم ذلك. النجدة رجل النجدة. اخفض صوتك. النجدة رجل النجدة. ما هذا الصراخ يا حمص؟ ستوقظ سيدي القاضي وتوقظ سلمى أيضا. وديدة رجل. ها؟ أنا رجل أيها الأحمق. أنت أحمق. رجل. وديدة. سأطلب من سيدي القاضي أن يأمر بقطع لسانك الطويل. وديدة رجل. وديدة. سلمى رجل. سترى ماذا سأفعل. النجدة. وديدة. أحمق. سيدي قاضي القضاة، يا من تشهد البلاد بعدله وحكمته، يا من... أجب عن السؤال يا صاحب الشرطة دون مقدمات. أمرك يا سيدي. هذا الرجل كاذب وحقود، يريد أن يسيء لرجال الشرطة الساهرين على راحة الناس لأنهم أدوا واجبهم وقبضوا عليه بسرقة الدجاجة. ألا يستغل بعض رجالك وظيفتهم ويأكلون من الأسواق دون أن يدفعوا ثمن الطعام؟ محال يا سيدي، هذا لم يحدث في أي يوم من الأيام، والبينة على من ادعى، أليس كذلك؟ في هذا أنت محق. وأنت، هل لديك دليل على كلامك؟ الشرطة وحدها هي من تملك جمع الأدلة. هل عندك شهود؟ وهل هناك مجنون غيري يشهد ضد رجال الشرطة؟ أسمعت يا سيدي؟ في كلامه دليل براءتنا وطهارتنا. كيف؟ من يتهم الشرطة لا يكون إلا مجنونا. سمعتنا الطيبة تسبقنا. أرجو أن تحافظ على تلك السمعة. هل من أوامر أخرى يا سيدي القاضي؟ لا يمكنك الانصراف. لا تهجموا كقطيع من الأبقار. انظروا إلى مهارة هذا الشاب القصير. ما اسمك أيها الجندي؟ أنا؟ نعم أنت. ألا تعرف اسمك؟ امنعوا الضحك. بل أعرف يا سيدي، اسمي سليم. أحسنت المبارزة يا سليم. والآن إلى تدريب رمي السهام.
تصويب جيد يا سليم، سيكون لك مستقبل طيب كشرطي. انتهى التدريب، يمكنكم الراحة وخلع العمامات. سليم، لماذا لم تخلع عمامتك الحديدية؟ لا يصح يا سيدي. ستهلك من حرارة الجو. ما هذا؟ فتاة؟ أرجو ألا أكون أزعجتك بزيارتي هذه. لا 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 أبدا. كاد مساعدي الأحمق أن يقيد ابنتكم بالسلاسل الحديدية. ظن المسكين أنها انتحلت صفة الشرطي ويجب محاكمتها. لم يكن يعرف أنها ابنة القاضي. وهل أنها ابنة القاضي لا تحاسب؟ الأمر بسيط يا سيدي، لقد تشرفنا بزيارتها لساحة التدريب، والحق إنها تحسن المبارزة كالرجال. نعم نعم، عجيب أمرها، تهوى ركوب الخيل والمبارزة على خلاف البنات في سنها. كل الأولاد والبنات متعبون، اسألني أنا. معذرة، سأغيب عنك بعض الوقت. خذ راحتك يا سيدي، سأعتبر البيت بيتي. لا أدري ما الذي أصاب عقلك يا سلمى لتفعلي بي هذا. غدا ينتشر الخبر في كل أرجاء المدينة وتصبح سيرتي على كل لسان. لم أفعل ما يشينك يا أبي. والخروج دون إذني ومحاولة الالتحاق بالشرطة وأنت فتاة. سيقول الناس كيف يحكم بيننا قاض لا يحكم بيته ولا يحسن تربية ابنته. لا تقسو عليها يا سيدي، إنها وحيدتك ولم تكن تقصد. هذا التدليل هو ما أفسدها. وأنت أين كنت عندما خرجت؟ كنت نائمة. ستعاقبين معها على هذا الإهمال. هل ذهب الضيف؟ لا، إنه ينتظرك وينتظر المزيد من العصير. قدمت له 5 أكواب حتى الآن. هذه الحلوى رائعة، رائعة المذاق، يسمونها لقمة القاضي. أكلتها في أماكن كثيرة، ولكن الأمر يختلف عندما تأكلها في بيت القاضي. يا لك من شخص ظريف. تفضل، بالهناء والشفاء. لا لا لا، هذا يكفي. أريد أن أحتفظ برشاقتي. هكذا ستنصرف سريعا؟ شرفتنا شرفتنا. شكرا شكرا. أرجو أن يسمح وقت سيدي بزيارة أخرى. زيارة أخرى؟ بالتأكيد، على الرحب والسعة. كلما تذكرت مساعدي الأحمق وهو يريد تقييد ابنتك وإرسالها إلى المحكمة لا أتملك نفسي من الضحك. وأنا أيضا لا أتملك نفسي أحيانا. صاحبتك السلامة. شكرا لك يا صديقي. سامحك الله يا سلمى. صباح الخير يا قمر. لماذا لا تردين التحية بصهيلك المعتاد؟ هيا هيا إلى دار القضاء. تحركي أيتها المهرة. ماذا أصابك؟ أنت غاضبة إذن. كل هذا من أجل سلمى؟ أعرف أنها صديقتك. هل تظنين أني أخطأت في حقها؟ لا، هذا ظلم. من حقي أن أغضب، ومن حقي أن أعاقبها عندما تسيء التصرف. سلمى، أريد أن أتحدث إليك. لم أقصد يا أبي أن أسبب لك حرجا، صدقني. أنا آسفة. لا عليك من هذا، ولكن الأمر الذي يحيرني، لماذا ارتديت ملابس الرجال ووضعت شاربا مصطنعا؟ أردت أن أكون الابن الذي تفخر به. ما هذا الكلام الفارغ؟ أنا أفخر بك دائما، لا أتمنى غيرك. أنت هبة الله لي. ألم تسمعي قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور؟ صدق الله العظيم، لكن الرجال قوامون على النساء، ولهم في القتال والحروب بأس شديد. هذه مسؤوليات على عاتق الرجال،
وليست أوسمة فوق صدورهم، وسيحاسبون عليها. تقول هذا لتواسيني لأنك ماذا؟ لأنني فتاة أنتمي إلى جنس النساء. وهل في هذا ما يعيب؟ هل يمكن تخيل الحياة بغير نساء؟ إن أمنا حواء جعلها الله أصل الحياة، لولاها ولولا كنا ما عمرت الأرض. أمنا حواء هي التي أخرجت أبانا آدم عليه السلام من الجنة. ما هذه التخاريف؟ من أين أتيت بها؟ سمعت الناس يرددون هذا القول. جهل وخرافة. كيف تكونين ابنة القاضي ثم ترددين كلام الجهلاء؟ وما هي الحقيقة إذن؟ الحقيقة أوردها لنا الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم، حيث كان أبو البشر آدم عليه السلام يعيش وحده في الجنة، ثم خلق الله له حواء من ضلعه ليسكن إليها ولتشاركه حياته وأفراحه وآلامه. استيقظ نبي الله آدم فوجد أمامه مخلوقا لم يشهده من قبل. قال مندهشا: من أنت؟ أنا امرأة. قال آدم: من أين جئت؟ خلقني الله تعالى من ضلعك وأنت نائم. سألها النبي عن اسمها فأجابت: لا أعرف، سمني ما شئت. ألم يعلمك الله الأسماء كلها وخصك بالعلم عن ملائكته الكرام؟ قال آدم عليه السلام: سأسميك حواء. لماذا اسم حواء بالذات؟ قال النبي الكريم: لأنك خلقت مني وأنا كائن حي، إذن أنت حواء، وسأكون لك الحياة إن شاء الله. يا سيد إبليس، هل لي أن أقطع خلوتك؟ ماذا تريد يا جمر؟ لقد أنهيت نوبة مراقبتي لآدم وحواء في الجنة. هل أحس بوجودك؟ لا يا سيد الأحقاد، إننا نراهم من حيث لا يروننا. قدم تقريرك. يعيشان معا في هناء وسعادة، يسبحان الله ولا يتشحنان أو يرتكبان أي معاصي. هذه هي الكارثة. إنني أحاول إغواءهما بكل الطرق ولا فائدة. هل لي أن أسأل سؤالا؟ لماذا تكره آدم إلى هذا الحد؟ لقد خلقت أنا من النار بينما هو مخلوق من الطين، ولكنني سأثبت للجميع أنني أفضل منه. وما الذي أدراه أن النار أفضل من الطين؟ آدم، يا آدم، لماذا لا تنظر ناحيتي؟ إنني أريد مصلحتك. آدم، أليس هذا هو إبليس الذي حذرنا الله منه؟ استمع إلي أنا. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شجرة الخلد؟ إنها أمامكما. اسمع يا آدم، لماذا ينهاك الله عن شجرة في جنتك؟ رفض آدم وحواء في البداية أن يستمع لكلام الشيطان، وقال آدم: إن الله قد نهاه عن ثمار تلك الشجرة. ألا تريد أن تفكر؟ أنا أقول لك: ما ينهاكما الله عن تلك الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. خذ، كل يا آدم، وأطعم زوجتك بالهناء والشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. صدق الله العظيم. تقول الآية الكريمة: وعصى آدم ربه فغوى. إذن سيدنا آدم عليه السلام هو الذي أخذ الثمرة المحرمة وليست أمنا حواء؟ نعم، ولكنهما أكلا سويا. تبعته حواء كما هي عادتها، وكانت النتيجة أنهما خرجا من جنة الطاعة وهبطا إلى الأرض. وهل انتهت القصة عند هذا الحد؟ بل بدأ الصراع الحقيقي بين آدم وحواء وبين الشيطان على الأرض. وماذا جرى بعد ذلك؟ الوقت تأخر يا ابنتي. غدا إن شاء الله أكمل لك قصة أم البشر حواء. إياك أن تضرب الناس وإلا حبستك. أسمعت ما قاله قاضي القضاة؟ أسرع قليلا يا حمار. النجدة رجل ببيت القاضي. أصمت يا حمص، إنه أنا سلمى ابنة القاضي، ألا تعرفني؟ ما هذا الصراخ يا حمص؟ ستوقظ سيدي القاضي وتوقظ سلمى أيضا. سيدي قاضي القضاة، يا من تشهد البلاد بعدله وحكمته. لست جنديا يا حضرة القاضي. ما اسمك أيها الجندي؟ اسمي سليم. أحسنت المبارزة يا سليم، ستهلك من حرارة الجو. ما هذا؟ فتاة؟ كاد مساعدي الأحمق أن يقيد ابنتكم بالسلاسل الحديدية. ظن المسكين أنها انتحلت صفة شرطي ويجب محاكمتها. لم يكن يعرف أنها ابنة القاضي. وهل أنها ابنة القاضي لا تحاسب؟ لا تقسو عليها يا سيدي، إنها وحيدتك ولم تكن تقصد. أردت أن أكون الابن الذي تفخر به. كيف تكونين ابنة القاضي ثم ترددين كلام الجهلاء؟ خلقني الله تعالى من ضلعك وأنت نائم. لماذا اسم حواء بالذات؟ يا سيد إبليس، هل لي أن أقطع خلوتك؟ آدم، أليس هذا هو إبليس الذي حذرنا الله منه؟ شجرة الخلد؟ إذن سيدنا آدم عليه السلام هو الذي أخذ الثمرة المحرمة وليست أمنا حواء؟ نعم، ولكنهما أكلا سويا. تبعته حواء كما هي عادتها، وكانت النتيجة أنهما خرجا من جنة الطاعة وهبطا إلى الأرض.